ادي الشناوي اهو مسك ملهاش الكرة في ايده، لقى فخر الدين. والمشكله يا جماعه ان الكرة كانت في حوزه اللاعب، يعني الكارثه هنا حكام الفار. يعني الكرة هنا بصوا يا جماعه في حوزه اللاعب، يعني فخر الدين الكرة قدامه هيجيبها جول، خلاص الموضوع خلص. ضربة جزاء للمصري واضحة وصريحة، كرة قدامك اهي، الشناوي وقعت من ايده، الشناوي اتخض يا جماعة. يعني بصوا اهي الكرة قدامك اهي، الشناوي طالع يمسك الكرة، تمام؟ معلش يا عم هبص، ايوه هات لنا الكادر ده اهو. الشناوي ما لقاش الكرة اصلا، لقى فخر الدين راح حضنه، يعني من الخضة مسكه. الله ينور على بص الكادر كده، تمام؟ هات لنا بقى الكادر الثاني، ايوه اللي من جوه ده الكادر الاخير. ادي الشناوي اهو مسك ما لقاش الكرة في ايده، لقى فخر الدين. والمشكله يا جماعه ان الكوره كانت في حوزه اللاعب، يعني الكارثه هنا حكام الفار. يعني الكوره هنا بصوا يا جماعه في حوزه اللاعب، يعني فخر الدين الكوره قدامه هيجيبها جول، خلاص الموضوع خلص. انما الناس بقى اللي قاعدين في تقنيه الفار، تمام؟ يعني انا مش عارف، الكابتن البنا ممكن نقول ما شافهاش بالرغم انه قدامه، انما عبد العزيز السيد حكم تقنيه الفار انا مستغرب الكره دي ما شافهاش ازاي. استثناء بقى الاهلي او الزمالك، الكره دي الفار موجود ليه؟ انا ليه اورط حكم زي كده في كره زي دي؟ يعني الكابتن محمود البنا ما شافهاش، وهنديله يعني حته ان هي يا عم ما خدش باله من ان الشناوي حضن الراجل، انما للفار ما شافهاش ازاي؟ يعني الناس اللي قاعده بتعيد الكوره، انا عشان بلعب كوره يا جماعه والله بقول لكم في حاجات كده برضه بتبقى غصب عنك. انا اتصل بيا واحد اهلاوي والله العظيم والذي رفع السماء بالعمل، الكلام ده حصل. واحد صاحبي اهلاوي كنا بنروح المدرجات مع بعض، عشان في ناس بتقول لك انت زملكاوي والكلام ده كله. والله العظيم كمان مره قال لي يا فريسكا ما تطلعش تقول على الكوره دي ضربه جزاء. قلت له طب استحلفك بالله ضربه جزاء ولا لا؟ قال لي اقسم بالله ضربه جزاء. كوره واضحه وصريحه ما فيهاش كلام، عشان بس ما نقعدش نلف وندور. استنونا ان شاء الله في حلقه بكره هنتكلم على حاجات كتير قوي حصلت في ماتش الاهلي والمصري، بس عشان الوقت مش مساعدنا. سلام عليكم.